في العشر الأواخر كما كان السيدة عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. فاللهم صل وسلم على مثل الكتاب وخير من صلى وصام وقام وركع وسجد وتصدق وطاف بالبيت وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نعيش هذه الدقائق المعلومة في بيت ربنا مع موضوع الجمعة العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها من خلال كتاب ربنا وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأيام العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك هي البركة، هي المغفرة، هي الرحمة، هي الذكر، هي التسبيح، هي الاستغفار، هي الطاعة، هي المودة، هي صلة الأرحام لمن لا يغفل ولا ينام، فوحد من لا يغفل ولا ينام. أيام الرحال، وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات أعرضوا لها. لماذا يا حبيبي يا محمد؟ ألا فتعرضوا لها لعل أن تصيبكم نفحة فلا تشكون بعدها أبدا. من هنا أرشدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى فضل العبادة وفضل الطاعة في هذه الأيام. روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها ورضي الله عنها جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان ماذا صنع وماذا فعل؟ صلى عليه. كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان الحبيب صلى الله عليه وسلم أحيا الليل وأيقظ أهله وشد البيت. نعم، إنها أيام الرحال، إنها أيام خيرات، إنها أيام بركات، إنها أيام طاعات لمن لا يغفل ولا ينام، فواحد من لا يغفل ولا ينام. الحبيب أخبرنا ماذا نفعل وماذا نستقبل هذه الأيام العشر. نستقبلها بإيه؟ بالطاعة والعبادة، وأفضل التقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام بالطاعات وقيام الليل، لأن قيام الليل يقربك إلى الله ويمحو عنك الذنوب ويغفر لك الذنوب. خلي بالك، ويطرد المرض عن الجسد كما علمنا النبي العبد محمد صلى الله عليه وسلم. قيام الليل رضا لله، قيام الليل تعبد لله، قيام الليل طاعة لله. انظر ماذا قال لك ربك في قرآنه: إن المتقين في جنات
ومكفرة للسيئات أجنبها ومضربة للداء عن الجسد. شوف جميل، ومضربة للداء عن الجسد. لذلك قال الله لحبيبه محمد في قرآنه: يا محمد قم الليل إلا قليلا. فجعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم السعادة في قيام الليل، بل مفاتيح الجنة الله في قيام الليل. قيام مفتاح الجنة أربعة. أنا عاوزك تصلي على حبيب محمد. يا رسول الله يبدو بك صادق. أراد الهدى بعد العمى وقلوبنا به مؤمنات أما قال وافعل. يبيد الجافي عن جنبه، يبيد الجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت المشركين المضاجع. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لحضرة النبي: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأخبرني عن كل شيء. فقال: كل شيء خلق من الماء. فقال: يا رسول الله، أنبئني عمل إذا عملته أدخلني الجنة. عندك مفتاح من مفاتيح الجنة الأربعة. ماذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى عليه عشان تعرف مفتاح الجنة. قال له حضرة النبي إيه؟ مفتاح الجنة: وأطعم الطعام، وصلي بالليل والناس يبتلون، وصلي بالليل والناس نيام. أفشي السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وصلي بالليل والناس نيام. أربع مفاتيح الجنة تدخل الجنة بسلام، دخولها بسلام. مفتاح اهو، مفتاح اهو، صلة الأرحام. مفتاح الجنة. أين أنت من صلة الأرحام؟ إطعام الطعام وإفطار الصائمين. مفتاح من مفاتيح الجنة. أين أنت؟ إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. مفتاح من مفتاح الجنة. أين أنت؟ القيام بالليل والنسيان تدخل الجنة بسلام. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. هي التعبد لمن لا يغفل ولا ينام بالذكر والتسبيح والقراءة القرآن. ثم ننتقل إلى ليلة من ليالي العشر، وهي ليلة القدر. ليلة ذات قدر، خدت بالك؟ وهي ليلة القدر، ليلة الشرف والعظمة. الله عز وجل سمى في القرآن سورة الإسراء سورة القدر: إنا ليلة من الليالي العشر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. قال بعدين أنزلوه في ليلة القدر، وما قلنا ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة يستجاب فيها الدعاء، ليلة التقرب إلى الله، ليلة الدعاء، ليلة التضرع إلى الذي لا يقبل ولا ينام، ووحدك من لا يقبل ولا ينام. ليلة يستجاب فيها الدعاء. طب اللي هيقوم الليل بالصلاة والذكر والقيام والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن، شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: أبشرك بإيه؟ من قام ليلة القدر. صلي
وذكر صفحة من القرآن، مش كان بيت يسمع القرآن يستغفر الذي لا يقول له من قام ليلة القدر. وحبيبك النبي من فين؟ العشرة بتعمل ايه؟ يقيم الليل ويوقظ أهله ويشد المعزة، يستعد كناية شد المئزر، كناية عن الاستعداد التام للعبادة والطاعة لمن لا يقبل ولا ينام فواحد من لا يقبل ولا ينام. من قام ليلة القدر من